السلام عليكم البنات، مرحبا بكم كامل في قناة بنت زمان. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفة المطلوع، وهي وصفة تقليدية، يعني نعجنوها في القصعة تاع العود كما جدتنا وامهاتنا، وان شاء الله تنجح معاكم. تبعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة. عندنا الكيلة، درت 3 كيلات سميد يكون متوسط، درت معاهم 2 مغارف فرينة، ودرت خميرة، حطيت مغرف ونص. وهنا بديت نلم فيها، راني لميتها بالماء يكون دافي. انا دات لي 2 كيسان تاع الماء كما قلت لكم. نكيل بالكاس تاع ام وليد فيه 220 مليلتر هكذا، باش البنات كامل يديو الوصفة بمقادير مضبوطة. ولميتها وغطيتها وخليتها تخمر. هنا راهي خمرت لي العجين ورجعت ليها. دفيت كاس ماء حطيته قدامي، درت لها 2 مغارف ملح صغار ومغرف سانوج. بديت نعجن فيها وهي ناشفه، ما زدتلهاش الماء في الاول، لازم نعجنوها وهي كما قلت لكم ناشفه. ومن بعد ما تنعجنوها ونشوفوها بياضت ولات ملسه، نبداو نزيدو في الماء. انا الماء زدت من الكاس دات لي 2 صبعين برك، ماشي بزاف، على خاطر السميد تاعي راني مجربته من قبل يطلق الماء. ديروا حسابكم يا البنات، ما تكثروش الماء في الاول. وعجنتها مليح حتى نطرات ولات طريه. وزدت لها 2 مغارف زيت. هنا كما راكم تشوفوا يا البنات، راهي طلق لي دقيق الماء. على هذه قلت لكم ديروا حسابكم. الدور تاع الزيت راهو من بعد ما طيب، ما يجيكمش المطلوع يتعلق، يجي هشوش ويجي خفيف. وهذه هي يا البنات، لازم ندخل هذاك الزيت كامل في العجين. لازم ندخل الزيت كما قلت لكم كامل في العجين. نزيدو نعجنوها شويه، ماشي بزاف، نعجنوها شويه برك من بعد ما حطينا الزيت. ومن بعد نشكلوها، يعني نقسمها على 2 خبزات. هذو الخبزات ما همش كبار وما همش صغار، يجيونا متوسطين، يجيو كما نقولوا متوسطين برك. ونغطيهم ونخليهم ينشفوا شويه، ومنها يرتاحوا منها ينشفوا، ونقدر من بعد نشكلهم. هنا راني شكلت الخبزات تاوعي، درتهم بسمك 1 سنتيمتر، ما كنديروهمش خشين بزاف خطاكش من بعد زيد تخمر. هنا راكم تشوفوا يا البنات خمرت، لحتها في الطاجين. الطاجين يكون سخون والنار تكون متوسطه، ما تقويوش النار باش ما يتحرق لكمش. ونحركوها في الطاجين باه طيب كامله كيف كيف. ها هي البنات النتيجه، راهي كامله طيبه كيف بعضها، حمرا الله يبارك. والله يبارك ثانتك خفيف وهشوش. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وتنجح لكم. كاش ما عندكم سؤال البنات خليهولي في التعليقات، ان شاء الله نجاوبكم كامل. ما تنساوش اللايك والاشتراك باش تدعموني ونكمل نجيب لكم وصفات تقليديه ساهلين، وخاصه البنه. ربي يحفظكم كامل البنات، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.